السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت معكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم خبز ديال التوست بطريقه سهله وزوينه وكتجي رائعه رائعه بزاف. صافي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا عندي 4 الكيسان ديال الطحين، طحين الفرص، 4 ديال الكيسان بالكاس د العنبه، وانتم كتعبروا باش ما بغيتو. وعندي هنايا 2 كيسان ديال الطحين النخاله مغربلاه، محيده له ديك النخاله اللي غليظه، المهم مخليه راه فيه شويه د النخاله كما كتشوفوا. ها هو البنات ديال النخاله. عندي هنايا الملحه على حسب الذوق، وعندي هنايا خميره، معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي هنا معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه ديال الزبده. ممكن تعوضوها بزيت العود، ولا يعني معلقه ديال زيت العود ولا معلقه ديال زيت النباتيه، ماشي مشكل. الا عندكم الزبده كديروا الزبده، كتجي زوينه. وهنايا عندي الماء دافي اللي غادي نجمع به العجينه ديالي. غادي نخلط ديك النواشف بهذه الطريقه هذه، وغادي نعجن العجينه ديالي، والماء كيبقى على حساب العجينه. صافي هنايا كما كتشوفوا جمعتها خفيفه، وغادي نخليها حتى تخمر. هانتوما البنات ضروري تكون كتلاصق، خليتها خفيفه حتى تخمر. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي ندير لها شويه ديال الزيت وغادي نغطيها ونخليها تخمر. هانتوما البنات كتلاصق. صافي غادي نخليها حتى تخمر ونرجع معكم. غادي نغطيها بواحد السلوفان. صافي غادي نخليها تخمر على الراحه ديالها. هنايا البنات من بعد ما خليتها حتى خمرت، هانتوما البنات خمرات، شو تبارك الله طلعات. عندي هنايا البنات هذاك طحين النخاله هو اللي غنقرص به، وعندي هنا الشوفان، وانتم كديروا الزرارع اللي بغيتو ديروا الزريعه، بغيتو ديروا الجنجلان. المهم انا هذا هو اللي غادي نقرص به هذا الخبز ديال الطوست ديالي. غادي ندير شويه في وغادي نحيد منها ديك الهواء، وغادي نحطها هنايا. هنايا عندي المول اللي غادي ندير فيه ديال الطوست. غادي نحاول كما كتشوفوا العجينه ديالي راها خفيفه، غادي نحاول نشوف المول وغادي نبدا نطوي. هانتوما البنات انا كنقلب وانا كنبرك على الجناب، ومن بعد غادي ندير لها بحال هكايا كما كتشوفوا راها كتلاصق. صافي وغادي نبدا نقرص عليها بحال هكا. صافي دابا غادي ندير لها ديك
واخا كتكون كتلاصق البنات ماشي مشكل. ودابا غادي نهزها ونديرها في بهذه الطريقه. صافي دابا غادي نضغط عليها شويه هنايا وغادي نولي نخليها تختمر المره الثانيه. كما شفتوا العجينه خفيفه صافي، وغادي نغطيها ونخليها حتى تخمر. هنايا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الخبز ديال الطوست ديالي جبدته وغادي نحيدو من المول. هنايا كما كتشوفوا غادي نحاول نلويه في واحد الفوطه وغادي ندير له بلاستيكه اولا سلوفان، ضروري ما يبات ليله كامله اولا يديروه في الصباح وحتى العشيه عاد كتقطعوه. هنا كما كتشوفوا لويته مزيان وبيتو ليله كامله. هنا غادي نفتح معكم الخبز ديال الطوست ديالي باش مني غادي نبغي نقطعو غادي يجي ساهل في التقطاع، ما غاديش يعذبني والموس يكون ديال المنشار. صافي هنا غادي نقطع الخبز الطوست ديالي وكما كتشوفوا كيجي رائع. ودابا غادي ندوز باش نوريكم الحشوه. هنايا البنات غادي ندوزو للحشوه اللي غادي نعمر بها ديك الخبز ديال الطوست. هنا عندي جوج ديال الحشوات. حشوه غادي نعمر غادي ندير فيها عفوا بصيله والفلفله مقطعه، وهنايا عندي التون، عندي هنا واحد مطيشه قطعتها مربعات صغارين. هادو هما الحشوه الاولى. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي ندير كفيته وغادي ندير واحد الخزوه حكيتها، وهنايا عندي بصيله. دابا ندوزو نشحروهم. غادي نحط المقيله ديالي فوق البوطه، غادي ندير عليها شويه ديال الزيت نباتيه، غادي نشحر ديك البصيله ديالي. غادي نضيف عليها ديك الفلفله اللي قطعت صغير مربعات صغيورين. بعد ما طرحت ليا ديك البصله والفلفله غادي نضيف عليهم هاد المطيشه اللي قطعتها حتى هي مربعات صغيورين. هنايا غادي نضيف التوابل، غادي نضيف شويه د الملحه، شويه د البزار، شويه ديال الفلفله حمراء. هادو هما التوابل اللي غادي نضيف لها وغادي نخليها حتى تشحر ليا مزيان. هنايا البنات الحشوه ديالي كما كتشوفوا طابت. غادي نضيف عليها هذيك التون اللي عصرته من الزيت، ما خليتش فيه الزيت، سطرته من الزيت مزيان وغادي نضيفو لهاد الحشوه هذه. صراحه هاد الحشوه البنات كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف ولذيذه. ودابا غادي نضيف لها شويه ديال الزيتون. هنا كما كتشوفوا نفس المقله غادي ندير قطيره ديال الزيت باش ندوز نطيب الحشوه الثانيه. كما كتشوفوا غندير ديك البصيله، هنايا غادي نضيف عليها ديك الكفيته، هنايا من بعد ما طقطقت ديك الكفيته كامله غادي نضيف لها ديك الخزوه اللي حكيت. دابا غادي نضيف التوابل. هنا غادي ندير لها شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق.
شويه د البزار، شويه ديال الفلفله حمراء. صافي وغادي نخلط الحشوه ديالي مزيان. غادي نخلي داك الخيزو حتى يطيب، اولا الجزر ولا كل واحد اش ما كيسميه. صافي هنايا الحشوه ديالي ها هي واجده، غادي نطفي عليها. هنايا جبت البنات اللاطه وستفت فيها الخبز ديال التوست اللي غادي نعمرهم على شكل بيتزات. اول حاجه غادي ندير لها هذا الفرماج هذا، على هذا الشكل. وانتم كيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتو تعمروهم كتعمروهم. صافي هنايا استفت داك الفرماج ديال الساندويتش. دابا غادي نضيف عليهم ديك الحشوه. هنايا الحشوه الثانيه غادي نعمل لها لاصوص ديال المطيشه. صافي هنايا غادي ندير الحشوه اللي وجدت ديال الكفته والبصله وخيزو. غادي نعمرهم كاملين ونرجع معكم. صافي هنايا عمرتهم كاملين. دابا غنضيف لهم شويه ديال الفرماج من الفوق. وفي هذا الاثناء عندي الفران راه شعلته كيسخن. كيف ما غادي نخشيهم نتوما كتعرفوا كلشي طايب، غير غادي يذوب هذا الفرماج وغادي نخرج البيتزا ديالي. صافي دابا غادي ندوز باش نخشي هاد البيتزا ديالي الفران ونرجع معكم. هنايا البنات كما كتشوفوا خرجت البيتزا ديالي من الفران، كيجيو رائعين البنات. هنا كما كتشوفوا درتهم في الطبسيل ديال باش تقدموهم لوليداتكم ولا للضيوف ديالكم اللي كيجيو رائعين بحشوه زوينه ولذيذه واقتصاديه. كما كتشوفوا كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتشجيعاتكم. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.